السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم احلى دقية بامية باللحمة، وكمان هقولك على اللحمة اللي انت تعمليها مع البامية نوعها بيبقى ايه، احلى نوع تعمليه مع البامية. هنا معايا اول حاجة انا هعمل البامية بطريقة سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجه، يعني اي حد يعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا وبتبقى جميله. اول حاجه انا معايا هنا الحله حاطه فيها سمنه، والبصل زي ما احنا كلنا عارفين بقى بشوحه، بخليه لغايه ما يوصل معايا للون الذهبي، ما بخلوش غامق عن كده عشان كمان يحتفظ بالقيمه الغذائيه بتاعته. بعد كده بنزل عليه عصير الطماطم، وعندي دقيقة البامية دي بقى او الطاجن. البامية عموما بتحتاج لطماطم، يعني تكتري الطماطم شوية، وكمان عشان تبقى مسبكة وتقيلة كده، هي دي احلى حاجة بقى بتميز البامية. بعد كده هنزل عليها بالتوابل بتاعتي، معايا شوية ملح، شوية سكر يعني نص معلقة صغيرة كده، وفلفل اسمر وبابريكا، وشوية شطة قليلين، ده كده حسب الطلب، بس هي الحقيقة بتديها طعم جميل جدا. مع دقيقة البامية هعمل بقى شوية رز بشعرية، عملته معاكم قبل كده كتير، كلنا عارفين طبعا الرز بشعرية. هنا بقى معايا الطماطم مع البصل كده اتسبكت وقصرت زي ما احنا شايفين كده. اللحمة بقى بتاعتي زي ما انتم شايفين، هي مش حمرة قوي، فيها حتت سمينة، ومن الافضل ان انت يعني لو تجيبيها من السن او اللي احنا بنقول عليها يعني لحمة ملبسة، او الريش، بتبقى جميلة جدا، وكمان بتبقى اجمل باللحمة الضاني. انا عاملاها معاكم قبل كده على القناة، عاملة طاجن بامية باللحمة الضاني، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف ان شاء الله. هنا بقى نزلت اللحمة مع التسبيكة، ومعايا اللحمة انا مسوياها 3/4 سوا. كمان معايا بقى هنزل البامية دي بقى عندي في الفريزر بامية مجمدة، الحقيقة بتبقى جميلة جدا برضو ما شاء الله، لان انا ما خزنتش بامية السنة دي، فدي انا جايباها جاهزة. بنزلها بالتلج بتاعها كده، لان لو سبتها تفك يا جماعة بتجلد مني في التسبيكة وما بتستويش كويس. هنا بقى كده انا نزلتها بالتلج بتاعها عشان تستوي على طول، واستوت والله، ما خدتش معايا وقت ما شاء الله. طبعا كنت سايباها على نار متوسطة، وكل شوية بقى متابعاها عشان ما تلزقش في الحلة، لو احتاجت شوربة كنت بضيف لها كده حاجات بسيطة. والحقيقة انا عندي البامية عندي بنحبها قوي، يعني من الاكلات بتاعتنا المفضلة، واكلة مميزة، وبتحلى بقى باللحمة، واللحمة الضاني كمان بالذات. بس كانت جميلة جدا ما شاء الله، خدتش معايا وقت في السوا. وشوفوا معاها اللحمة طبعا شاربة من التسبيكة وجميلة جدا. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي، واللي عجبه الفيديو اتمنى لايك حلو كده، وتنوروني باشتراك في القناة، والقاكم بخير مع فيديو جديد ان شاء الله.